يوم كنا عظما. من قيصر الروم إلى معاوية: علمنا بما وقع بينكم وبين علي بن أبي طالب، وإنا لنرى أنكم أحق منه بالخلافة، فلو أمرتني أرسلت لك جيشا يأتون إليك برأس علي. فرد عليه معاوية وقال: أخان تشاجرا، فما بالك تدخل فيما بينهما؟ والله إن لم تخرس أرسلت إليك بجيش أوله عندي وآخره عندك، يأتونني برأسك أقدمه لعلي. وأرسل خالد بن الوليد رسالة إلى كسرى وقال له: أسلم تسلم، وإلا جئتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة. فلما قرأ كسرى الرسالة أرسل إلى ملك الصين يطلب المدد والنجدة، ورد عليه ملك الصين قائلا: يا كسرى، لا قوة لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. وحين مات الحاجب بن منصور فرحت بخبر موته كل أوروبا، فجلسوا على قبره يرقصون ويتناولون الخمور. فقال ألفونسو: أما ترونني اليوم قد ملكت بلاد المسلمين والعرب، وجلست على قبر أكبر قادتهم؟ فقال أحد الموجودين: والله لو تنفس صاحب القبر لما ترك فينا واحدا على قيد الحياة. فغضب ألفونسو، فأمسكت زوجته بذراعه وقالت: صدق المتحدث، أيفخر مثلنا بالنوم فوق قبره؟ والله إن هذا ليزيده شرفا حتى بموته لا نستطيع هزيمته. وفي العهد العثماني كانت على أبواب المنازل مطرقتين، أحدهما صغيرة والأخرى كبيرة، فعندما يطرق الباب بالصغيرة فهم الذي يطرق الباب امرأة، فكانت تذهب سيدة البيت وتفتح الباب. وعندما يطرق بالكبيرة يفهم أن الباب رجل، فيذهب رجل البيت ويفتح الباب. وكان يوضع على باب المنزل الذي فيه مريض باقة ورد حمراء ليعلم المارة والباعة المتجولون بوجود مريض في هذا المنزل فلا يصدرون أصواتا عالية. وعندما أرسل قتيبة بن مسلم الباهلي وفدا من المسلمين للمفاوضة إلى ملك الصين، قال ملك الصين: فما الذي يرضاه صاحبكم؟ قال: إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويأخذ الجزية. فقال الملك: فإنا نخرجه من يمينه، فنبعث إليه بتراب من أرضنا فيطأه، ونبعث إليه أبناءنا فيختمهم، ونبعث له الجزية. ودعا الملك بصحائف من ذهب فيها تراب، وبعث بحرير وذهب وأربع غلمان من أبناء ملوكهم، ثم أجاز الوفد فأحسن جوائزهم. فقدموا على قتيبة، قبل الجزية ووطأ التراب وختم الغلمان. وفي الدولة العثمانية كانت السفن العثمانية حين تمر أمام الموانئ الأوروبية كانت الكنائس تتوقف حق أجراسها خوفا من استفزاز المسلمين فيقوموا بفتح هذه المدينة. نزعنا السرج عن ظهر تعالى بعزة أمة كانت مثالا، بها التاريخ سل المجد سيفا لأجيال تعشقت النضالا. فلا الفرسان ملوا من جهاد ولا الرايات ملتهم رجالا، سقى الله الزمان جزيل خير بما بالخير وفانا الوصالا. فكان من ملوك الأرض شعبا لأجل الحق نقتلع الجبال. أين الرفعة التي تركها لنا الحبيب؟ أين القدس والمسجد الأقصى المتعلق في قلب كل مسلم حفيظ؟ أين وأين وأين؟ كم من أين أضعها أمام نفسي وأنا جالس وحيد، حينما يقطع قلبي سكاكين من حديد لا أستطيع توقيفها وهي في كل ثانية تزيد. كلما أتذكر يوما نعرض على السماوات والأرض ونسأل فهل من مجيب؟ أخي المسلم، أما زلت مصرا على محاربة ربك بالخطايا والذنوب؟ أما زالت الدنيا أكبر همك والآخرة ذكراها عليك شيء يسير؟ ولم أنت حزينة يا أم الشهيد؟ وغن يكون ابنك بالفردوس بجوار الحبيب. غدا النصر والعزة والشرف لا ينالها إلا كل صبار شهيد.